السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعرف السر الطعم اللذيذ للذرة المشوي. عندنا ذرة في البيت. السر الطعم اللذيذ بيجي من إيه؟ بيجي من أول ما أنا بنقي الذرة. طبعا لما أنا بروح أجيبه من السوق، ده الموسم بتاعه، بيبقى الذرة بيبقى جميل، بس فيه الناشف وفيه الطري، وفيه اللي هو الأخضر، وفيه اللي هو يعني الذراية يكونوا جايبينها من زمان، فنلاقي الشكل عامة بيكون ناشف ودبلان. فأنا بنقي الذرة اللي هو لونه الأخضر. وغير كده كمان بنفتح جزء منه، بنجيب الذرة كده وبفتح جزء منه وأشوفه اللي هو طري ولا ناشف. بضغط عليه وبشوفه، بضغط عليه أبص ألاقي المادة اللبنية اللي في الذرة بتطلع معايا، فأقوم أشتريه. لكن لو كان ناشف طبعا ما اشتريهوش، علشان بيكون ناشف، لأن الذرة لما بيكون طري كده وبشويه، الشوية أو الفرن بتنشف الذرة علشان يستوي، فبيبخر جزء من المية أو السائل اللي في حباية الذرة، فالذرة بينشف. فلازم أجيبه طري علشان لما اشويه في قلب الفرن ما يبقاش ناشف، يبقى طري على طول وجميل، غير ما انا اشتريه من السوق مشوي يعني من البياع. طبعا البياع بيجيب الذرة بكميات كبيرة وتتركن عنده، تقعد باليومين والثلاثة بتبقى ناشفة، وعلى ما يشويه او كده بيبقى الذرة، طبعا قلت السائل بيقل شوية من حباية الذرة فبيبقى ناشف. بيشويه ممكن يكون محروق. فالواحد بيفضل ان هو يشتري الذرة الاخضر ويشويه في البيت. انا جبت الذرة الاخضر اهوت ونقيته، بقشره واشوف هشويه ازاي في فرن البوتاجاز. قشرت الذرة جميل جدا وطري، كله طري ما شاء الله عليه. لو انا بضغط اهوت الصوت والمادة اللبنية المسكرة بتاعت الذرة بتطلع اهي، كل جميع الذرة بالشكل ده من الاول من النص كله هولع البوتاجاز ان شاء الله ونشوف هنشوي الذرة ازاي. بولع البوتاجاز، بولع الشواية، مبولعش البوتاجاز من اسفل، من اعلى فقط، لاني شويته قبل كده على الصاجة من اسفل. هو بيستوي بيبقى كويس، الذرة بيبقى مشوي جميل، ولكن بيسمر بيتحرق، على ما بيجي يستوي بيتحرق. ولكن لما بحطه على الشواية ما بيتحرقش. واخلي الرف اللي انا هحط عليه الذرة ما يبقاش على اخر حاجة قريب من النار، يعني يكون في فرق شوية. ببدأ ارص الذرة بالشكل ده، ومن ان لاخر ابدأ اقلبه. رصة الذرة هقفل على الباب بتاع البوتاجاز، ومن ان لاخر اقلبه، وان شاء الله هنشوفه هو بيستوي. الذرة اهوت من ان لاخر بقلبه في الشواية ما شاء الله جميل جدا. لو ناخد اي واحد كده ونشوفه نلاقي التحمير بتاعه ما شاء الله جميل جدا، بيتحمر كويس، يديني لون واحد ويستوي بدون ما يتحرق. لسه اقلبه على الجنب ده يتحمر شويه. طريقه شوي الذرة في البيت تحت الشوايه جميل جدا، اللون موحد وجميل جدا، مفيش حاجه محروقه. هنقفل عليه ياخد التحميره الاخيره. نقلبه اهوت ونشوف ان شاء الله بعد ما يتحمر. وده الذرة المشوي بعد ما خرج ما شاء الله، اللون موحد وجميل جدا، وكله كده مفيش حاجه محروقه، مفيش، استحاله. اللون جميل جدا. وده سر الطعم اللذيذ للذرة المشوي في البيت. السر بقى في تنقية الذرة ولا الشوي في الشواية. وكده كون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.